السلام عليكم يا جماعة، شلونكم؟ شخباركم؟ ردينا من جديد ماكو. طبعا اولا حق اللي ما يعرفني، معاكم سالم محمد الضليعي. نعم. هاوي مثل ما تقول، هاوي او عاشق حق مجال السيارات. وبالفترة الأخيرة جربنا درب جديد بالسوشيال ميديا ماكو. عموما اليوم رجعت لكم باكاونتي. اليوم رجعت لكم باكاونتي. حق اللي ما يدري، احنا عندنا برنامج اسمه ضليعي شو، انا واخوي صالح الضليعي، ونطلع نقدم مواضيع، نتكلم عن المجتمع، نضحك، نسولف، نقط قطات الى اخره. حلو. قبل كنت يعني شوي شيطان باليوتيوب، اللي يعرف اكاونتي هذا كنت انزل عن سياراتي، اعدل سيارات وهذا، ومني ومنك وناسة شباب ماكو. وقفنا هذه السكة حق اسباب خاصة. عموما فاليوم راد لكم بشيء غريب، يعني عجيب جديد يا جماعة. باللايف ستريم مالي اللي هو بتيك توك، ابث انا ساعات بتيك توك وقاعد اسولف مع الناس وهذا. تبطل هذا الموضوع اذا عندك بادجت معين، اللي هو يعني اذا عندك ميزانية مثل ما تقول، شنو السيارة اللي تسويها وكم راح تكلفك. الشباب كانوا قاعد يسألوني، وانا على حسب يعني اللي اعرفه قاعد اجاوب عليهم. فقلت اسوي لكم مقطع حق الناس اللي طافهم اللايف، وحق الناس اللي يبون يتعلمون باليوتيوب. مثلا انت تبي فكره يعني، صح؟ اقدر اقول لك انا كم كلفتني، يعني كم كلفتني سياراتي، بس سياراتي مو قياس حق الشيء اللي ممكن تسويه. سياراتي كانت قياس حق اللي انا كنت بسويه، فهذا يعني قياس ثاني. عموما اولا حق اللي ما يدري انا شنو وليش قاعد اسولف وهذا، هذه هي سيارتي قبل اللي انا مسويها بيوتيوب. هذا كابروس 2008. هذه الماكينه اللي تشوفونها عليها ستروكر، عليها اذا تشوفون وايرات الغاز وهذا اي وكان غير عادي وكان الى اخره. يعني اشتغلت على السياره وكلفتني طبعا، فعندي فكره على التعديل على السياره وعلى كل هذا. والحين راح اوريكم بالامثله، راح اوريكم تقريبا اذا بتسوي لك مشروع سياره ايش كثر راح يكلف تقريبا. طبعا انا انصح اي احد يبي يشتغل على سياره، اذا انت يعني مثلا 18 تدرس بالجامعه وللحين على الاعانه مدخولك يعني بسيط، انا اشوف خل سياره اللي الوالد شرى لك اياها استانس فيها، وانطر لين تتوظف هني سوي لك سياره، لانه راح يكلفك وايد فلوس. اذا انت عندك سياره اوريدي الوالد شاري لك اياها، ولا انت يعني لقيتها احد اعطاك، اخوك الكبير ايا كان، تستانس فيها. ركب رنقات، ركب تواير، ركب اللي تقدر عليه استانس. لكن انا قاعد اكلمكم عن مشروع تقدر تشارك فيه بالحلبه، تقدر تستانس فيه، تقدر عرفت بالويكند تروح تصفط عند البدع. ان هذا مشروع يعني راح يكلفك، وما راح يكلفك طبعا يعني 30,000 دينار، بس خلينا نقول مثلا انت موظف امورك بالسيفتي، وخلينا نقول يا جماعه الربع، ايش رايكم بصورتي؟ يا جماعه الربع اللي الله يقدرك عليه يا جماعه الخير، قول 5,000 دينار. خلينا نقول عندك 5,000 دينار تقريبا. هذا باجت زين حق سيارة. تبي تجهز سيارة يعني شيء تستانس فيه، ما هو شيء قوي ولا هو يعني ستروكر وهذا، لا شيء تستانس فيه. حلو. طبعا الشباب يقولون لي كانوا هل هو كابرس، هل هو هذا. فأنا شنو أسوي معاهم؟ أقول لهم يا حبيبي يا طويل العمر، دش الموقع هذا فور سيل. أي واحد بالكويت ما يعرف فور سيل، أنا ما أدري أنت شنو قاعد تسوي بحياتك. فور سيل يعطيك فكرة عن السوق شلون صاير الحين. حلو. تدش على السيارات المستعمله، خلينا نقول انت يعني من جماعه الربع وتحب الشفر، حلوين. طبعا في ناس يقولون كابرس، انا اشوف وقت الكابرس انتهى للامانه، خلاص زمن الكابرس للامانه انتهى. الكابرس سياره قديمه، والكابرس يعني سياره ثقيله، في وايد خيارات احسن. لكن مثل ما تشوف انا عن نفسي الحين لو ابي اخذ كابرس من اول جديد بسويه كهوه 2015 ب 2200 ماشي 178,000. 2015 ال تي زد ولا ال اس ايا كان، ما يهمني انا، هذا هو. شوف شحالاته ال تي زد، لونه زين. شوف الداخليه الحلو بال 2015 ولا 2016 الداخليه تغيرت، سووا له فيس ليفت مثل ما يقولون، عدلوا الداخليه. فيعني السياره من داخل انت اريح لك، عرفت؟ يعني هي من برا نفس السياره، من داخل تغيرت. والجير 6 غيار. امورك بالسيفتي من ناحيه جير، السياره نوعا ما اسرع، والروس اختلفت. الروس تقريبا نفس روس ال اس 3 غير عن الموديلات الاقدم. فاذا تبي كابرس كهوه ب 2200 قاعد تتكلم الريال شويه تساحله، تقص عليه من دي من ما تقص عليه، لا ما تقص عليه، تحاكي تقول له من دي من هناك، تحاول فيه والله الكبوت فيه طقه، الشبك ما ادري شنو، الصبغه يبي لها بوليش، التواير شوي تعبانه، تقدر تاخذها منه ب 2000 دينار. حلو. 2000 دينار. وهذه مو سيارتك الاساسيه، هذه سياره حق تستانس فيها، ذهبها حق الموسم، متى ما بطلوا الحلبه رحت شاركت فيها استانست فيها ب 2000 دينار. وهذا ستوك ولا شنو؟ لا صوت تشغيل عن بعد، كهرباء ما انزلاق، ما عليها شيء السياره. انا شوف
كنا عليها اكزوز ما ادري. عموما بس هذه السياره ستوك كلش يبقى عليها اكزوز شوته، فهمت علي؟ بس عموما انا ما انصح للامانه. اذا تبي كابرس، اذا انت تحب الكابرس سوي لك كابرس، بس اذا تبي من صدقك تكون تنافس الناس اللي يروحون يشاركون بالحلبه بالرول ريس ولا ايا كان، وخر عن الكابرس. الكابرس ثقيل، والتعديل اللي ممكن تسويه يعني راح يكلفك، ومن ناحيه نتيجه انت ما راح تشوف نتيجه وايد، يعني على حسب ما تقط يتم الوزن يلعب دور. فانت ليش تقط على شيء غالي هالكثر؟ يعني انت الحين راح تقط لك 2000 مثلا دينار صح؟ ب 2000 دينار ليش ما تقط لك 2700 دينار تاخذ لك كامارو اس اس اخف، ماكينه ال اس 3 واذا ياك قرادي، هذا قرادي وسياره سبورت مو باربع بيبان، سياره سبورت. انت راح تستانس، انت راح تكون مستانس اكثر بالكامارو، وهذا راح يكون من ضمن البادجت مالك. انت اوريدي البادجت مالك 5، هذه 2700 تقدر تاخذها منه ب 2500. كلم الريال ها مني منك ها مني منك، تاخذ منه 2500 دينار، تاخذ السياره هذه تفحصها تشوف امورها كاو قدام عينكم 2500 دينار. خلينا نقول 2500 دينار السياره، شنو يبقى لك؟ خلينا نقول قطيت 200 دينار كماليات ماكو، طلع والله في تاير ما ادري ايش فيه، طلع المكيف هام اوكي، عندك لمبه طافيه، الكهرباء يبي لها ما ادري ايش، عرفت؟ قول 200 دينار تنفض السياره تسنع. هذا الحين انت قاط 2700 دينار، 2700 دينار انت الحين عندك سياره. اللي يبقى لك يا طويل العمر 5000 ناقص 2500 ناقص 200 دينار 2300 دينار 2300 دينار يا طويل العمر. اذا انت تبي تشارك بهذه السياره بالحلبه، هذه السياره اوريدي غير عادي وعليها شفتر ام جي دبليو حلوين سياره ماشي 200,000، لكن انت ما راح يهمك لانك تبي تروح تستانس بالسياره. وطبعا في خيارات ثانيه، طبعا اذا بنشوف يعني انا وريتكم الحين هذا على السريع، هذا اول شيء لقيته وريتكم اياه. في خيارات ثانيه، هذا كامارو اس اس غير عادي ب 2700، هذا كامارو اس اس اسود غير عادي ب 2500، هذا تقدر تاخذه باقل. طبعا الخيار موجود بس انا قاعد اوريكم مبدئيا. هذا كامارو اس اس 2014 الشكل الاجدد ب 3000 دينار. انا اشوف الكامارو يعني صديقك بهذه الحجه. واذا تبي تقلل البادجت وما يهمك اذا هو غير عادي او غير توماتيك او ايا كان، كهوه اس اس توماتيك ب 1600 دينار. كامارو اس اس ال اس 3، فهموا علي الربع، ال اس 3 زين توماتيك السياره ولكن كامارو. وهذا الكامارو اقل من الكابرس اللي من الساعه. الكابرس اللي من الساعه ال اس 2 6 غيار 4 بيبان، مشروع سياره هذه احسن لك السياره. اذا انت تحب الشفر تبي تسوي الكابرس لانك تحب الكابرس، هذا شيء راجع لك انت. لكن تبي تنافس الناس صج، كهوه. انا عن نفسي ما يهمني قر عادي اوتوماتيك للامانه، يعتمد انا شنو قاعد اسوي. اذا بسوي حق يوتيوب عرفت يمكن اخذ الجير عادي عشان الناس باليوتيوب يستانسون، لكن اذا ابي انافس الناس ما راح تفرق اذا هو اوتوماتيك او جير عادي. بالنسبه لي اخذ لي اوتوماتيك، اضبط لي الشيفت بوينت بالعيار، احطه على الدي، اضغط بنزين والى نهايه الميد يا طويل العمر، وان شاء الله قدامك بكون، لانك ما راح تطوفني لا تشوف. زين وكاهو ب 1600 دينار. اقدر اسوي لكم الحسبه على هذه السياره، لكن هذا يعني شوف 1600 دينار هو مو سعر، يعني هذا مو سعر السوق، هذا اقل من سعر السوق للامانه. نشوف لنا واحد ثاني اس اس قصه 2011 اتوقع يعني حروه ال 2000 دينار كهوه. كامارو اس اس 2010 غير عادي 2200 دينار، هذا تاخذه ب 2000 وعليه بادي كت، عليه كابوت، عليه هذا فتحه وشغل عدل، تطلع تستانس فيه غير عادي اساسا. فهمتوا علي؟ فهمتوا الفكره شنو؟ انت بال 2000 دينار من 2000 ل 2500 دينار تقدر تاخذ لك كامارو اس اس تطلع تستانس فيه. ايش حقك تقوم تقط لك على الكابرس؟ راح تنطاف، يبيك شغل اكثر، يبيك تعديل اكثر على الكابرس. هذا شنو اوتوماتيك 2200 اوتوماتيك. معلش يعني اخوي، يعني احنا ما نبي نكسر بحلال العالم، بس يعني معلش يا اخوي، يعني معلش يا اخوي، فهمت علي؟ لكن هذه هي الفكره. 2000 دينار انت راح تحصل لك سياره زينه. شنو هذا اوتوماتيك 330,000 داخليه بيج 2010 اس اس
ب 1400 دينار. انتم فاهمين يا الربع ان هذا الكامارو LS3 6 غيار، وزن اخف من الكابرس، احلى شكليا اسرع، وكل هذا ب 1400 دينار. تروح تاخذ لك كابرس 2015 LS2 6 غيار، راح تنطاف من هذا. يعني انت لو بتاخذ الكابرس تسويه مشروع، وانا اخذ هذا واسويه مشروع، انا اطوفك نفس الاغراض، انا معك. اللهم انا ماكينتي LS3 من الوكاله، فهمت علي؟ قهوه ب 1400 دينار، ليش ما اخذ هذا واسوي مشروع؟ فهمت علي؟ لقيت لك سيارتك يا طويل العمر 2500، تصدق اقل من 2500. احنا اللي شفناه اول واحد هو اغلى واحد تقريبا. خنقل الميدل جراوند اللي يسمونه متوسط الاسعار، خنقل يبقى لقيته ب 2250. سياره زينه، شكلها زينه، امورها زينه، فحصها السياره ما فيها شيء، كماليات قطيت 200 دينار، اللي يبقى لك يا طويل العمر 2550. بال 2550 شنو راح تقدر تسوي يا طويل العمر؟ انا الحين اقول لك اياها من الاخر، اذا تبي نصيحه اخوك، وانا جاي اضبطك للامانه، انا مو جاي اقول لك خرابيط. باقي الناس راح يقول لك روح ارجع لك موستنج، الموستنج ب4، زين ال1000 اللي بقت اصبغه، انزين بدوس انا شلون الحين؟ ابي استانس، ابي اشارك بالحلبه، بروح مع الفعاليات، ابي بساير، ابي رول ريس. بدايتي انا 5000 دينار، 5000 دينار هذه قاطها من جيبي انا حبيبي، انا مو زارعه بالشياره، فهمت علي؟ انا موظف رحت اخذت 5000 دينار، لا تستعبط علي، ابي سياره، ابي استانس. كم لازم اقط؟ 20000؟ كم لازم اقط؟ ابي استانس. عموما برايي الشخصي يا جماعه، هم تقريبا 3 اشياء اساسيه انت لازم تسويها اذا تبي سيارتك تكون سريعه. هم 3 اشياء. كام، هي تحصل باكج كامل. كام روكرات، يعني انك تبدل الروكر، يعني يسوون له ابجريد، يسوونه سوليد ما يتحرك وخرابيط. سبرنجات دبل، الكام نفسه للصياخ تقدر تحصله، احنا اوريكم اياه. تقدر تاخذ لك ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 اللي تبيه كهمه، NA او تاخذ تيربو كام، او تاخذ LSA هذا حق السوبر تشارج. عموما انت هذه الارقام هذه اللي تهمك، اللي تشوفونها هنا، هذه الارقام اللي انت تهمك. اذا تعرف تنقل كام راح تنقل لك كام زين. بس خلينا نقول مثلا احنا اخترنا واحد من هالكامات هذيل، رجعنا لنا ستيج 3 ما شنو هذا السوالف. حلو. اوبشنال 3 بولت تايمينج تشين، اي نعم تحتاجه، اخذ مال الGM وخليك يعني خليك من التفلسف. اوبشنال اويل بامب، طرمبه الدهن، الميلينج ما ميلينج، كاهي هاي بريشر وهاي فوليوم، هاي بريشر حبيبي، نعم كاهي. وكل هذا ما راح يكلفك وايد يا طويل العمر، 300 دينار 300 دينار. لحظه. اوبشنال فرونت كفر جاسكيت مال، تعرفون الصاجه هذه مالت الكام، عاده يحط لك سيليكون يقص عليك، وكاهو من تكساس سبيد يا طويل العمر يعطيك اياه جاسكت صدقي مو لعب. هذا انت ما تحتاجه. اوبشنال روكر ارم كهوه، هذا هو الروكر ارم ترونيون ابجريد كيت، ما تبدل الروكر نفسه بس في قطعه اللي تمسك الروكر، فهذا ابجريد، ما داعي تبدل الروكر نفسه. اخذ مال تكساس سبيد، اخذ مال مانتن، واخذ عاد كيفك عاد انت وكيفك للامانه. اهم شيء انك تسوي الابجريد هذا، مهم الابجريد هذا. كرانك شافت بولت، خليك على الاي ار بي يعني من ناحيه البولت زينين. هذا اللي هو يا جماعه بكره الكرنك لها برغي يثبتها، فهذا يبدل لك البرغي هذا ويحط لك مو اللي معتادين عليه احنا، يحط لك مال الاي ار بي اقوى واحسن لك. هذا سيفتي. حلو. اوبشنال كام شافت ريتينر بليت، اي نعم تبيها للامانه. اغلب الاشياء اللي هني تحتاجهم، هم ما حطوا لك اياهم هني عبث، لان هذا هو الكت. انت تبدل هذه الاشياء كلهم انت بالسيفتي، كامك يركب سيارتك ما تحاتي زين. اوبشنال فالف سوين كمبرسور تول، لا ما تبيها، اذا خصوصا اذا انت تركب السبرنجات الدبل بجراج، اذا انت بتركبهم نفسك نعم تحتاج هذه. اذا انت بتوديها جراج هو عنده الامور ويضبط لك الدنيا. اوبشنال اتش بي تونر، لا هذا ما شغل، المبرمج مالك هو اللي يضبط لك الدنيا. فعموما كل هذا يا جماعه راح يكلفك سعر الاغراض طبعا من غير سعر الشحن $1261، راح يكلفك 385 دينار مع الشحن مع الدنيا، بيطلع لك 450 دينار شيء كذي. 4 خلي لي شلون 450 دينار مع حسبة الشحن والامور. هذا الكام مالك، بس هذا مو بس كام، سبرنجات دبل. شوف كامك سبرنجات دبل، الترنيون ابجريد مال الروكر ارم. الروكرات بس انساهم، الروكر ما يبلش فجأة يطقطق يطلع اصوات وما ادري شنو. امورك بالسيفتي،
لان حولته سوليد، امورك بالسيفتي. البوش رودز اللي هم الصياخ الدبل، ترومبة زيت، غاز جيتات، امورك بالسيفتي. من ناحيه كام امورك بالسيفتي. هذا يركب على سيارتك وانساه حرفيا، الا اذا فلصت طبعا. حلو. هذا 450 دينار. شيل من الحسبه 450 دينار. 450 دينار. حلو. تركيب راح يكلفك. نحسب حسبة التركيب معاي، يبقى خلينا نقول 150 دينار. تركيب 150 دينار، هو اقل يعني، يمكن ياخذ منك 100، بس خلنا بالسيف سايد، خلينا نقول 150 دينار. حلوين. يبقى لك بالنسبه لي شيئين عشان نوعا ما سيارتك تكون تمشي. سيارتك بهذا الليفل راح تكون للامانه شوته وهالسوالف. يبي لك شوته، يبي لك هيدرز. الاكزوز مو مهم. يبي لك هيدرز. الاكزوز تقدر تقص دبات تلوث، تنزلهم وتحط بدالهم بايبات، امورك بالسيفتي. اذا تبي بادجت، اذا حصلت لك اكزوز مستعمل كامل من هيدرز لورا اخر شيء، اذا حصلت لك مستعمل انا اقول لك راح يكلفك تقريبا 300 دينار تقريبا، هيدرز واكزوز كامل 300 دينار 350 دينار اذا حصلت مستعمل. والحين عندنا بالكويت في مشكله هيدرزات، اذا ما تعرفون هالسالفه، في مشكله هيدرزات. الهيدرزات ما تنباع بالكويت، فنوعا ما يا انك تفصل لك هيدرز تفصل، ما راح يكون يعني ما راح يكون الكواليتي نفس امريكان ريسنج ولا هوكر ولا كوكس ولا ايا كان هذا. ولكن يا الربع مهم شوته هيدرز. الاكزوز تقدر تشوف له صرفه. اذا حصلت لك واحد مستعمل لا تطوف للامانه. اذا انت يعني بالكويت احنا عندنا جروبات، عندنا حسابات بالانستا، انا ما اقدر اقول لك اياهم، بس انت يعني تقدر، اتوقع تقدر تلقاهم. اذا انا لقيتهم انت تقدر تلقاهم سهلين. ترى جروبات واتساب، ناس يبيعون قطع غيار، عندك السكراب، يعني تقدر تلقى ترى، بس يعني لازم تدور شوي. وللامانه انا اقول لك اياها، اكزوز اللي هو خلينا نقول اكزوز كامل، خلينا نقول هيدرز، راح يطلعون عليك. اذا مستعمل لا تشتري جديد، لانه مو مهم هالكثر، خصوصا بالبادجت اللي عندك مو مهم هالكثر. في ناس راح يقولون لك الهيدرز مهم، الهيدرز راح يعطيك هورس باور، مو هالكثر. الهيدرز راح يخلي سيارتك تتنسم عدل، بس ما راح يزيدك هورس باور. اللي يقول لك الهيدرز يزيد هورس باور ما عنده سالفه، وهذا يعني يطلع برا مجال السيارات. انت تحتاجه لانك تبي تخلي سيارتك مو مقموته. الهيدرز لما يكون صغير انت سيارتك قاعد تدز هواء وايد، تبي تطلع الهواء اللي فيها، توسع الهيدرز، تكبر الهيدرز، تكبر الاكزوز، سيارتك تدز الهواء اللي فيها عادل. فيعني هذا هو حرفيا، بس هذه وظيفته. راح تسمع صوت السياره وكل هذا، بس انه مو مهم هالكثر للامانه، لان احنا بنتكلم عن الهورس باور، ما بنتكلم عن الجز. عرفت؟ احنا مو رايحين نقز، احنا رايحين ندوس. هيدرز واكزوز خلينا نقول مستعمل راح يكلفك 400 دينار مثلا. حلو. هيدرز واكزوز اساسي مو اساسي، يعني انت تقدر يعني يعتمد، عرفت؟ يعتمد على البروجكت اللي انت بتسوي. على هذا البروجكت عندك الفلوس، دور لك هيدرز واكزوز، دور لك. عموما الشوته محتاجها، انت محتاجها، لان الشوته راح تخلي السيارة تتنسم اكثر، وراح تكلفك من 150 ل 200 دينار. 200 دينار، فخلنا نحسبها 200 دينار ماينس 200 دينار، راح يبقى لك 1350. بال 1350 هذه يا طويل العمر وهم كاهم ترى الاشياء. شوف، اذا سيارتك اللي اخذتها جير عادي، لحق لي على الكلتش وخلي الكلتش يتحمل. تقدر تدور لك كلتش مستعمل نظيف، او كلتش زد او 6. اذا سيارتك شفر وجير عادي، كلتش زد او 6. كلتش زد او 6 راح يكلفك تقريبا 70 دينار 60 دينار. شغل الايد ما راح يكلفك وايد هم. هالحروه فانت راح تقط لك قول 200 وشوي. اذا سيارتك توماتيك، هني تبلش السالفه للامانه. هذه الاشياء انت لما تسويها راح تسويها مره واحده، راح تجمع الاغراض وتركبهم مره واحده عند نفس الجراج. حلو. انت انك بتركب الكام، اذا كامك كان خشن، انا ما انصح انك تركب كام خشن. تبي تهايط كيفك، بس تبي من ناحيه البادجت اللي انت عندك، ومن ناحيه القياده، ومن ناحيه كل شيء، خليك على الكام ميديوم. الكام مو كبير، اللوب مو عالي، اللي قارق او لازم التونر يضبط لك الدنيا. بس حتى اذا كامك حيل كبير ما ينفع مع جيرك اللي هو وكاله. ففي شيء ينقال له بطيخه. البطيخه سعرها تقريبا 300 دينار، سيركل دي ولا ايا كان جديده 300 دينار، 300 وشوي تقريبا. فخلينا نقول 350 دينار بطيخه. انت راح تحتاجها اذا انت بتدوس بالسياره. اذا انت تبي تدش حلبه راح تحتاجها. يرفع لك الستول حتى اذا دست من الصفر. اسمع، الستول هو شنو يا طويل العمر؟ تعرف السالفه هذه؟ شوف انت الحين لما تطق بريك بالسياره وتدوس بنزين، صح؟ السياره مو على طول راح تمسك بريك بنزين. تحس السياره اول شيء تبي تفز من مكانها عدل، حق سيارات التوماتيك. تحس السياره ودها تفز. لو تقيس الار بي ام عدل، اذا تعرف الستول مال البطيخه مالتك، تقدر تمسك ار بي ام كأنك ماسك 2 ستيب من غير 2 ستيب، لان الستول مال
البطيخه اللي هو الكونفرتر اللي عارفه، الستول مالها نوعا ما 2000 ار بي ام او هو اقل بس مثلا 2000 ار بي ام، فتقدر تمسك بريك وتدوس بنزين ل 2000 ار بي ام، السياره واقفه مكانها، ما راح تشفط السياره ولا راح تمسك بريك بنزين. من تصعد الار بي ام اعلى، الكونفرتر راح يمسك وراح يبلش يحاول يلف التاير. فالبطيخه شنو راح تسوي؟ صعدها ل 3500. لما تحطه دي زين وتهد السياره، الكونفرتر يكون مو ماسك عدل، ما قاعد يحول الباور مال الماكينه، حتى وانت هاد بنزين وهاد البريك وهاد كل شيء، السياره تشوفها ما تمشي، واقفه السياره، لان الستول عندك عالي. يبلش يمسك على 3500 ار بي ام. هذا زين حق الحلبه، لانك الار بي ام اللي تحت مو محتاجه بالحلبه. انت تبي السياره اذا انت بتدوس صفر، انت تبي تقوم السياره على 4000 ار بي ام، 3500 ار بي ام مثلا، يعتمد على الباور مالك، بس مثلا انت بتقوم السياره، ما تبي تقومها على 1000 ار بي ام، تمسك 1000 ار بي ام وتكون ما في باور. تبي تصعد، انت تبي تصعد ار بي ام عشان تبلش في باور على طول. فهذا راح ينفعك اذا تبي تدوس صفر واذا تبي تسوق السياره عدل. فتقريبا 350 دينار سيركل دي بطيخه، خلينا نقول 350. حلو كل هذا تعصر 350. هالحروه حلوين. انت هني تقريبا الاساسيات سكرتها. انت الحين سيارتك زينه، يبقى لك العيار، وبالنسبه لي يبقى لك شيء واحد، باور ادر. انت ما تبي تبطل ماكينه او تركب ماكينه او كل هذا، انت عليك ماكينه LS3. انت مع هذه الاغراض سيارتك قريبه ل 500 هورس باور. اذا حطيت لك ثلاجه انت تحوش ال 500 هورس باور. الكورفت عندي شوته هيدرز كام وغاز، من غير الغاز 478 هورس باور LS3. الكام اللي عليها كام ريايل، العيار اللي عليها عيار ريايل. مع الغاز انا داش ال 500 وشوي. لو اركب ثلاجه انا قريب ال 600. فهمت علي؟ تعدل الفيول، توسع تكبر البخاخات، تدز طرمبة بنزين قوية، فيول أكثر. يعني أنت شو أقول لك، 600 هورس باور أنت إيزي بهذا البادجت اللي عندك. سيارتك 2250 ماخذها، أنت داش 600 هورس باور مع غاز. للأمانة مع غاز على ماكينة وكالة تقدر تدق عليها 100، تقدر تدق عليها 100. انا اشوفك دق 75. الجيت اللي انت مركبه 75، عدل الفيول شوي عندك، بنزين الترا، امورك بالسيفتي. عيارك مال ريايل اهم شيء، امورك بالسيفتي. انت داش 600 هورس باور. 600 هورس باور مو شويه يا الربع، على كامارو خفيف راح تستانس بالحلبه. ما راح تفوز على الفئه اللي انت بتدشها، ما راح تفوز، بس راح تستانس. وهذه كبدايه، انت توك قاط هالفلوس هذا، انت كبدايه تتعلم على هذه السياره. السياره هذه مو وايد هورس باور، السياره هذه ما تخرع بالحلبه، راح تستانس. غاز بكلفك تقريبا 300 دينار، هو اقل بس بكلفك. خلينا نقول عندي شريت لك دقمه كشخه، شريت لك هيتر، البوتل هيت عشان مو تنزل وتبلش تسخن وماشي، 300 دينار. زين اللي راح يبقى لك اللي هو العيار، والعيار 150 يعني ثابت سعره. كل هذا راح يكلفك يا طويل العمر ماينس 350. حسبنا 350، لا ماينس 350 ماينس 300 دينار ماينس 150 دينار. حلو راح يبقى لك 550. تقدر تاخذ لك رنجات وتواير، رنجات خلفيه وتواير. لا تاخذ اصلي، خذ لك رنج 16 اخوي. تقدر تحصل لك رنج سي 5 اذا تبي. رنج سي 5 شكله زين، خذ لك رنج سي 5 اول تجاري، تاخذه ب 150 او شيء. رنجات اللي ورا الاثنين يمكن تاخذهم اثنينهم ب 100 دينار. تواير تربل 8 اثنين الواحد ب 100، فكلها 300 دينار. 300 دينار انت عندك رنجين وتايرين، تركبهم ورا سيارتك حق التشفيط، امورك بالسيفتي بالحلبه خصوصا. انت مو محتاج سليكس ولا محتاج هالامور هذه. تواير تربل 8 اخوي، ورنجات شوي خفاف. زق الرنج يعني كنت محتاج، مو محتاج ال 20 انش الرنج مالك هذا، مو محتاجه. زقر الرنج، رق 16، امورك بالسيفتي. تاير شوي عريض، امورك بالسيفتي. انت كذي مبدئيا هذا البادجت مالك، بقالك 250 دينار. انت الحين شوف التركيب والشغل والامور هذه راح يطلع عليك اكثر للامانه. اذا بتركب كل هذه الاغراض مره واحده راح يكلفك شويه تركيب، في قطع مني من هناك كماليات راح تقط شوي اكثر. لكن البادجت هذا هو 5000 دينار. هذه السياره اللي نوعا ما تقدر تسويها. اي سياره ب 2000 دينار في سيارات زينه. كامارو LS3، انت تهمك الماكينه، لا تفكر لي. شوف الناس اللي يبغوا يدوسون بالحلبه ما يفكر انا بسوي لي كابرس، يفكرون بماكينه وجير. احسن ماكينه ممكن تاخذها ب 2000 دينار LS3. وزن الكامارو صدق الكامارو ثقيل، خفف
خفف يده، اخلص عليه، لا تسولف معي وايد، خفف يده. كشنات اللي ورا شيلهم، الكشن اللي يمك تبي تشيله كيفك، شيل مكيف، شيل مسجل، شيل انت مو محتاج كل هذا، وخشهم عندك مخزن ولا شيء حطهم عندك. فهمت علي؟ خفف السياره على قد ما تقدر. كشنات ترى تقدر تحصلهم بشارع الزينه شنو كشن واحد ب 40 دينار، عرفت؟ وهذا البروجكت بالربع ملي يمكن يجيب لك 12 ثانيه. هالحروه هذه بروجكت زين، هذا 600 هورس باور، 500 وشوي، خلينا نقول بالسيف سايد 500 وشوي. ونوعا ما انت راح تحتاج بالمستقبل انك انت تعدل على هذا البروجكت، لانك انت ما راح تدق غاز وايد على هذه السياره، وما كذا ما راح تتحمل. بس كبيس لاين امورك بالسيفتي تقدر تروح تستانس. ممكن تلقى سياره اوريدي عليها هذه الاغراض. واسمع، شرط انها ما راح تكلف 5000 دينار. ب 5000 دينار خليني اوريكم شغله. انا الحين اوريك شنو تقدر تاخذ قهوه. ها شفته ذاك اليوم والامانه صار فيني كذي. ب 5000 دينار كان 5800 دينار للبيع كامارو زد ال1 موديل 2015 ماشيه 180. نوعا ما هذه السياره جاهزه. اسمع شنو عليها. للبيع كامارو زد ال1 موديل 2015 ماشي 180. عليها بستن ويسكو، ذراع سبيشل، سوبر تشارج موسع CNC، سيستم شوتر اوتو فاب، وفلتر شوتر بوست الومنيوم، وكاتش كان صامل. ويبي يسأل عن السيارة يكلمني على هذا الرقم. انا اشوف هذه السيارة اذا تبي تستانس ما تبي تقط وايد فلوس، زد ال1 من الوكالة 500 وشوي هورس باور يا طويل العمر. الريال موسع، هذا داش ب 600 هورس باور، ترجع له كام، ترجع له ما ادري شنو، هذا مني منك. السيارة هذه معروفة ان هي تقرب من ال 700 هورس باور، وانت مو حاط وايد اغراض على السيارة. ما داعي تبدل السوبر، ما داعي عليها سوبر LSA وكاتوماتيك، فهذا يونسك بالحلبة. ب 5800 دينار، ب 5800 دينار. انت قول لي تبي تسوي سيارة من الصفر، تبي تستانس، تبي تتعلم، تبي كل هذا، عندك هذا المجال. وانت هني انا اقول لك اياها 500 وشوي هورس باور ايزي. بتقط وايد فلوس، بتشتغل، بتروح من الجراجات، بتدور، بتسوي كل هذا. تبي سيارة جاهزة 5800 دينار، راح تقط عليها شوية فلوس، راح تصلح الخرابات اللي فيها. يعني هو بيبيعها مستعملة السيارة، استهلاكيات، هيئة، واير، منك بتقط عليها. السيارة هذه كلها جاهزة، راح تكلفك 6 وشوي. بس عموما بهذا المبلغ انت تقدر تستانس. وفي مشاريع ثانية وايد ترى انا قاعد اوريك، يعني كبادجت وانت مستانس. فهمت علي؟ شفراوية احنا هني الربع، فيعني انا قلت لك الكامارو تبارك الرحمن، الله يهدني راعيه وان شاء الله يعني يرزقه بالبيعة الزينة ماكو. بس فهمت علي؟ فهذه هي الحسبة بشكل عام. هذه الاشياء اللي انت راح تسويها، وهذه اشياء بسيطة راح تطلع لك هورس باور، راح تخليك تستانس. راح تقلص سيارتك طبعا، لانه يعني خلق قانوني. راح تقلص السيارة 12 دينار يودي لك اياها للحلبة، خوذتك معاك، تنزل لابس حزامك، تشارك، تستانس بالحلبة، تتعلم، تدوس، تجرب، تحس. هذا بدال ما تقعد بالمدرجات وقاعد تطالع الناس تستانس تحت، بتروح بهذه السيارة. هذه السيارة راح تعرفك على ناس لهني. هذه السيارة 5000 دينار راح تعرفك على ناس لهني، بيشوفونك بيقولون لك والله اللي بتدوس معاه بيسألك عن سيارتك، اللي بيطوفك بيضحك عليك، اللي طفته بيسأل شلون شي ماشي. هذه السيارة كأنتري ليفل راح تعلمك على المجال عدل، وراح تونسك، وراح تعرفك على وايد ناس. باكر انت بجروب كامارو، بجروبات الواتساب مالت الدويسة، بتشوف هذول الناس كلهم راح تتعامل معاهم، وراح تقعد معاهم، وراح تشاركهم. هذه السيارة راح تونسك، تقدر تسوي لك صفحة انستغرام تنزل فيها صورك، تنزل فيها دوساتك بالحلبة، تقدر تنزل لك يوتيوب. هذه السيارة 5000 دينار هو استثمار ترى، يعني حق موظف مو وايد. يعتمد على طبعا شنو وظيفتك، شنو مكانك، شنو وضعك. بس 5000 دينار انت ممكن خسرت الفلوس، لان انت ما حتبيعها ب 5000 دينار السيارة هذه، انت ممكن خسرت الفلوس. لكن هذه السيارة راح تبطل لك بيبان وايد. وانا اشوف كشباب تبي تستانس، خصوصا عندنا هني بالكويت، روح سوي لك سيارة وروح شارك فيها بالحلبة. الحلبة موجودة ترى، ليش تكاه قرب، وليش كل ايفنتات، دوسات، تجمعات، كل هذا لرمضان، قاعدين لرمضان، شرط برمضان في بطولة. فهمت علي؟ لرمضان. فعندك من يبلش ليشته،
لرمضان. ما مداك تجهز سيارة الحين، خطط من الحين انك تجهز سيارة وشارك فيها بالشتاء، استانس وخلك قانوني للأمان. لا تمشي فيها بالشارع سيارة هذه، لا يعني لا تقط نفسك، عرفت؟ لا توهق نفسك وتدخل نفسك بسوالف انت غني عنها. روح شارك فيها بالحلبة. تعرف احد من هناك هذا بيقول لك يلا امشي نقل سياراتنا ونروح البحرين نستانس. من هنا للبحرين اخوي 3-4 ساعات، تسوي تشيك ان بالفندق، تروحون للحلبة، تنزلون سياراتكم، تشاركون، تستانسون، تقعدون لكم يومين من هناك، تجربون سياراتكم، جيرك ينكسر ما ادري وناسه. زين خليني اوريكم سيارتي مره ثانيه. نعم. ان شاء الله يعني كان ثقافي نوعا ما يا جماعه. قاعد تشوفون غرفتي، نعم غرفه جديده، تونا ساكنين ببيت جديد، فهذه غرفتي الجديده للامانه للحينها فاضيه، ما فيها ولا شيء، فيها كمبيوتر وفراش احتياطي عشان بس اني اقدر انام يعني على ما يوصل الاثاث والامور هذه. عموما هذا كان المقطع يا الربع، حق اي منكم اللي يبي يسوي سياره، اللي قاعد يفكر اللي ها ب5000 دينار تقدر تستانس يا اخوي، تشارك بالحلبه، تدش بهذا المجال تستانس، حالك من حال باقي الشباب. انا ما انصح الكل يدش بهذا المجال، لكن اذا انت مفكر وما عندك فكره، بلش اخذ لك سياره وروح فرفر بشويخ. ما تعرف احد بشويخ، تشوف بالانستغرام، ما تعرف تلقى احد بالانستغرام، يعني هو الامانه المجال سهل، المجال سهل. ب5000 دينار تقدر تمدد لك غاز شوته هيدر سكام، غاز شوته هيدر سكام، دق عليها غاز 75 راح تكون بالسيف سايد. تقدر تدق عليها غاز 100 بس وايد 100، ودع البستن، عرفت؟ وانت ما تبي تبطل ماكينه وامور هذه، هذا خله ليه قدام. وشرط لما تسوي هذه السياره وتدق عليها 75 راح تقول انا ايش عندي حاكر نفسي، راح تقول انا ايش عندي حاكر نفسي. الشباب قاعد يدقون 150 انا قاعد ادق 75. عرفت؟ بتروح تحط لك بستن ذراع عشان تقدر تدق غاز اكثر. عموما هذا كان المقطع يا الربع، ان شاء الله كان يعني ثقافي نوعا ما. هذا الفيديو مثل ما تقول انا وايد ناس يسالوني كم كلفك الكابرس، زين الكورفت شلون عليه، وايد ناس يسالوني، وانا اقول لهم يا جماعه مو لازم تكون هالكثر غني عشان تدش هذا المجال. حق اللي شايفين فيديوهاتي قبل، حرفيا انا كنت يعني نوعا ما شكليا الكابرس انا حولته اس اس رنقات، كل الامور هذه على اعانتي حرفيا. الماكينه هذه هني بالوظيفه، فهو تدريجي مو مره واحده، تدريجي انت توصل سيارتك لهالمرحله. لكن اذا انت موظف تقدر تسوي سياره مره واحده وما راح يكلفك وايد وايد وايد، يعني 5000 دينار انت تقدر تسوي لك سياره زينه. ما راح تسوي لك اسرع سياره، لكن راح تستانس، ما راح تفوز من اول بطوله تشاركها. في ناس موجودين بهالمجال من 10 سنين، لكن تقدر تشارك، ليش ما تشارك وتتعلم من هذيل الناس؟ وهذا اللي انا اعطيتك اياه، مو خلطه سحريه، هذا الشيء يخليك تدش تنافس على الاقل، ما تدش تمحط وتمشي، راح تكون يعني متنافس بالفئه اللي انت فيها. فهمت علي؟ عموما ان شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم، شكله طويل الفيديو بس معلش. في مقطع راح انزله عقب هذا المقطع اليوم نزل، يوم الثلاثاء راح يكون في مقطع يا الربع، هم نوعا ما حسبه حق موضوع ثاني. في ناس يسألوني هم نفس الأسئلة هذه، أن شنو تنصح حق الجماعة اللي توهم متوظفين وكل هذا. فللأمانة عندي لكم نصيحة وإن شاء الله راح تشوفونها يوم الثلاثاء. عموما حساباتي يا جماعة بالسوشيال ميديا تلقونها تحت بالديسكربشن. أنا أطلع لايف تقريبا كل يوم بالتيك توك، إذا تبي تلحق لك على لايف ضيفني بالتيك توك وفعل الجرس عشان يوصل لك التنبيهات وكل هذا. اللي بيسألني عن الكابرس الكورفت وكل هذا، الكابرس والكورفت يا جماعة المقاطع اللي طافت يعني سوت لي نوعا ما مشكلة، فعشان شي شلتهم. نعم مشكلة معي يعني القانون إذا تبغون الصدق، بس هذا هو. فشارك بالحلبة مو بالشارع عشان لا تعرض نفسك للمساءلة القانونية وانت يعني غني عن هالسوالف. فهمت علي؟ عشان كذي نشاهد الفيديوهات اذا فاهمين علي. عموما نشوفكم ان شاء الله بالمقطع الجاي. السلام عليكم.